السلام عليكم حبيبات ديالي، كيف نتوما؟ توحشتكم بزاف. واش مبروكه، كنتمنى ان تدخل عليكم هاد الايام بالخير والبركه يا رب، ويبلغنا رمضان. كيف ما كتشوفوا اليوم جبت لكم وصفه سهله، غادي نعطيكم طريقه تحضير الكريب مقلي، وكذلك الكريب بالكفته مالح كيجي غزال. غادي نخليكم تكتشفوا كيفاش غنحضروا هاد الوصفه، وفرجه ممتعه، وشكرا لكم بزاف. نعملوا شويه ديال زيت الزيتون، غادي نحتاجو 2 طريصات ديال الثوم، غادي نحتاج الربيع، وغادي نضيفو هادشي كامل، غنضيفو الكفته ديالنا. ها هي الكفته، غنخليوها مزيان. غادي نزيد شويه صلصه الطماطم لنكه هادشي كامل، شويه ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال الخرقوم، غادي نعمل هاد الاعشاب الليبانيس كيعجبوني، هاد التوابل الليبانيس، والملحه والابزار، شويه د الملح، وشويه ديال الابزار. ممكن تضيفوا السودانيه اذا كتبغيوها. وغادي نخلط هاد المكونات مع بعض. صافي كنطفيو على الكفته ديالنا. عندوش واش غادي نحضر الصلصه. غادي نحتاج واحد 200 غرام ديال لاكريم الخاصه ديال الطياب، تقريبا بحال هكا. انا استعملت هاد لاكريم هادي الاولالا. غادي نضيف واحد 2 ضريصات ديال الثوم ومليحه والابزار، ومن بعد غنضيف واحد 80 غرام ديال الفرماج يكون محكوك. مليحه وغادي نطفي عليها، وغادي نضيف لها الفرماج. نخلط بحال هكا وغنضيف لها الفرماج. ها هي دابا غادي نخليها من بعد ما نضيف لها الفرماج، غنخليها تبرد، وغنضيف شويه ديال الربيع، وغنخلط هاد المكونات. هانتوما كيف ما كتشوفوا، ها هي الكفته ديالنا خلطتها بهاد لاكريم هادي اللي حضرناها. هو هاد الكيسان ديال الباتي دورا اللي كنطحنوا فيها، دائما نبقاو نزولوا لهم هاد القومه هادي، لانها كتهز الميكروبات بزاف. واخا كنغسلوها ما كيوصلش، خصوصا في هاد الحواف هادو. ديما نزولوها ونغسلوها مزيان، عاد نشدو باش كنضمنوا السلامه د وليداتنا وشنو كياكلوا. نص لتر ديال الحليب، غنحتاج 2 بيضات،
غنحتاج ملعقه ديال الزيت. عندنا هنا معلقه الزيت، قبيصه ديال الملح، وملعقه ديال السكر. انا كما كتشوفوا فهذه المقادير كنخدم بها حلوه ومالحه. وفاني كيف ما شفتوا، فانا كيف ما قلت لكم هاد المقادير واخا فاني فكنعملها الحلو والمالح فكتعطي واحد المذاق جديد. وطبعا كيبقى الرق يعني المذاقات كتختلف. انا شخصيا جربت مالح الكريب مالح وجربت الكريب حلو، وكل واحد بوحديته، ولكن في الاخر اعتمدت هاد الوصفه هذه كتجيني في الحلو والمالح سهله وما كناخذش بزاف د الوقت باش نحضرها. وغادي نحتاج 4 كيلو ديال الدقيق، وغادي نطحن هاد المكونات كاملين غنخليهم يرتاحوا بعد من واحد ربع ساعه، ومن بعد غندوز باش غنطيب. هنايا من بعد ما ارتاح لي الكريب ديالي مزيان واحد يعني على حسب لا يضيق الوقت، اذا كنا مدروكين يعني المغرب قريبه ممكن بلا ما نرتاحوا لي كريب ولا نوجدوهم بكري ونخليهم يرتاحوا. صافي هنايا خديت هاد الاله ديال بيم صراحه رائعه. فقط ما كنلقاش الوقت بغيت نصور لكم مشتريات اللي شريت ما كيخش شهر رمضان، بينهم بعض الالات وبعض الحاجات اللي من بيم. زعما صراحه عجبتني. طيب فيها البغرير، طيب فيها لي كريب، طيب فيها الرغيفات مزيونه متنوعه بزاف. البطبوط ان شاء الله غادي نشاركها معكم، واذا بغيتوا في التعليق اكتبوا لي نشارك معكم فيديو ديال المشتريات. صافي هنايا الكريب كنخليوه يطيب على جوج جوانب. طبعا اللي ما عندوش هاد الاله هذه في المقله عادي كيدهنها بشويه ديال الزبده، دهنه وحده صافي، وكيمسح ديك الفائل ديال الزبده وكيبقى يعمل الكريب ديالو. بغيتوه كبارين، انا كنبغيهم هكا صغيورين، ما كنبغيهمش يكونوا غلاضين، علاش كيف ما كتشوفوا كان دائما كنعمل هاد الطريقه هذه. والطريقه ديال الطياب ديال الكريب معروفه. نخليكم دابا تنكملوا الكريب ديالنا كامل وغندوزو باش نعمروه بالحشو اللي حضرنا قبل. ديالنا كامل. انا هنايا كيف ما شفتوا المقادير اللي عملتها كنعمل منهم حلوين ومالحين. انا كيعجبوني في المذاق واللي كياكلوهم كاملين كيعجبوهم. كيف ما قلت سابقا اللي ما كيبغيش الكريب يكون هكذا حلوين بنكهه الفاني وما كتجيش فيهم نكهه الفاني صراحه في مالح، انا كتعجبني. ممكن تعملوا عادي تنسموهم بالابزار ولا بالجوزه ولا بالزعتر، تنسموهم باش ما بغيتو تزولوا السكر. كنرشوها بشويه ديال الفرماج وكنلفوهم. الشكل ديال اللف كيبقى حسب الرغبه ديالكم، مربعين على شكل شوصون ان شاء الله غادي نقدموهم معكم. هنايا من بعد كناخذوا البيض كنعملوه في البيض. وعندي هنايا لا شابلور ديال الارز شينويه كتجي لذيذه بزاف ومزيونه، واللي عنده انواع اخرى ممكن يعملهم على حسب الرغبه ديالكم. صافي كنفندوهم مزيان في هاد لا شابلور ديالنا والبيض. وفي هاد الاثناء هادي من بعد ما كنساليو كل شيء غادي ندوزو باش غادي نقليوهم حتى كنساليوهم كاملين. وكيف ما كتشوفوا يعني من الاحسن اننا نعملوا مثلا الحشو اللي غادي نقليوه يكون الحاجه اللي غادي ناكلوها اللي مأكدين منها اننا غادي تنكل باش ما كيبقاوش يضيعوا. وهادو مثلا من بعد ما تقليوهمش الحاجات اللي بغيتو تخليوها في المجمد، يعني تقدروا طيب تقليوها غدا تكون طريه الوليدات ديالنا وفي نفس الوقت ما كنضيعوش الماكله ديالنا. صافي انا هنايا كنقليهم في زيت ساخن ومن بعد كنقدموهم بالصحه والراحه. كيف ما كتشوفوا هذا هو الكريب ديالنا. كنتمنى ان يعجبكم بزاف، كيجي لذيذ وطبعا على الرغبه ديالكم اللي بغيتو نتوما. تعجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا رمز الجرس وانتظروني في وصفات مقبله ان شاء الله. وشكرا بزاف للدعم ديالكم. دابا